لتنفيذ الركلة الثابتة، محاولة براس وجول. جول الهدف الأول يأتي عن طريق الونش، سجل محمود الونش. يا سلام، الكرة الأولى بعد عرضية متقنة من شيكابالا بالهندسة يا أحلى هندسة. الزمالك المصري كرة وتعود لها من جديد، شيكا جول الهدف الثاني. نعم، سجل شيكابالا. جول الزمالك باديها بقوة نعم، بقوة يسجل، بقوة يصل شيكا. وركلة جزائية لصالح فريق الرجاء المغربي لأمل تقليص الفارق ومن ثم تعديل النتيجة والكفة من أمام الزمالك المصري في بطولة كأس دبي للتحدي. يسري بوزوك ومحمد عواد. جول الهدف الأول للرجاء. نعم يسجل رجاء الأمة. يا سلام للرجاء في الوقت الأخير. نوفل زرهوني. جول الرجاء يعدل الكفة، يعدل النتيجة، ويبقي الأمل للرجاء وجماهيره. الكرة الأولى للزمالك، حمزة المثلوثي بالجول. الهدف الأول للزمالك يسجل. نعم، الكرة الأولى للزمالك سليمة. الزمالك 1 الرجاء لا شيء. شوف الآن من اللي راح يتقدم من فريق الرجاء. إسماعيل مقدم من فريق الرجاء، ومحمد عواد في مرماه. الركلة الأولى للرجاء، نشاهد ونتابع. الركلة الترجيحية الأولى للرجاء المغربي. إسماعيل مقدم، ضيعها إسماعيل. غريبة عجيبة من إسماعيل مقدم. الكرة الماضية ليست حتى بين الخشبات الثلاث، ولم يتصدى لها عواد إلى خارج الميدان، بعيدة جدا عن مرمى الزمالك. جماهير الزمالك تتنفس السعداء الآن، سعيدة جدا الآن بضياع كرة الرجاء الأولى، وستعطي الثقة لصالح فريق الزمالك. نشوف نتابع لكرة الزمالك، نتابع الكرة الآن للزمالك. هل يسجل الزمالك الكرة؟ جول. نعم، يسجل الزمالك، يضع الكرة في المرمى الزمالك إذن. والنتيجة الزمالك 2 الرجاء لا شيء. الزمالك 2 الرجاء لا شيء. سعادة كبيرة لجماهير الزمالك المصري. نوفل الزرهوني اللي سجل قبل نهاية المباراة. الكرة للرجاء في المرمى، الهدف يسجل إذا للرجاء. الكرة في المرمى لمصلحة فريق الرجاء المغربي. 2-1. كرتين سليمة للزمالك، وكرة سليمة للرجاء. نشوف الآن اللي يتقدم. سجل للزمالك المثلوثي وروكا. نشوف الآن اللاعب اللي راح يسدد.
من فريق الزمالك. نشاهد ونتابع ركلة جزائية للزمالك. هل يسجل ثالث الركلات الترجيحية للزمالك المصري؟ جول! نعم يسجل الكرة الثالثة بنجاح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الزمالك، لا يضيع أي كرة. الكرة الماضية عن طريق عمر جابر الذي وضع الكرة في المرمى. نعم، عمر جابر يسجل الكرة الثالثة بنجاح. الكرة الثالثة بنجاح. الرجال لو ضيع الكرة راح يدخل في أزمة. لو ضاعت هذه الكرة للرجاء سيدخل في أزمة. الكرة في الجول. نعم، سجل الرجاء، يضع الكرة في المرمى. الكرة إذن إلى الشباك. رجاء المغربي يسجل الركلة الترجيحية الثانية. الركلة الترجيحية الثانية. ونشاهد الآن اللاعب اللي يتقدم ناصر منسي لفريق الزمالك. وجماهير الزمالك لا تتمنى ضياع أي كرة على أعصابها. ركلة ترجيحية للزمالك. جول! الله! ناصر منسي يسجل. نعم، يسجل منسي الكرة الرابعة الناجحة لفريق الزمالك، ويقرب الزمالك شيئا فشيئا. نشوف الآن ونتابع الكرة للرجاء. لو ضاعت الآن النتيجة 4-2. لو ضاعت وسجل فريق الزمالك خلاص. خلونا نشوف. يسري بوزوك يسعد الآن للرجاء. هل يفعلها عواد أم يسري؟ الكرة للرجاء. الكرة عواد، يتصدى لها عواد. الزمالك نعم، القلعة البيضاء